السلام عليكم اخوتي خواتاتي، نطلب من الله القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. اول شيء غنبدا بهذا الفيديو ديالنا هو هذا الخبر المفرح، ربما غيفرح العديد ديال عباد الله اللي باغيين يجيو لايطاليا والبادانتي اللي كاينين تما كذلك في ايطاليا، اللي باغيين يخدموا وباغيين انهم يعني يتاسموا يعني وتكون عندهم حقوق ديالهم بالاوراق ديالهم بالبيرميس السجون ديالهم. راه باقي هادشي جديد راه تكلمت عليه، ولكن للاسف ربما ما توصلوش به بزاف ديال الاخوان. لذلك تطلب منكم انكم اخوتي حاولوا انكم تبارطاجيو هاد الفيديوهات باش يوصلوا لعباد الله، باش يوصل هذا الخبر لعباد الله اللي غادي يستافدوا منه. كما تعرفوا البادانتي سيرتو البادانتي والكولف كذلك via libera all'assunzione per l'assistenza agli over 80 e ai disabili stop al tetto numerico e al click day. الخبر هو هذا كما تشوفوا معايا، قلت ضروري ندير عليه فيديو، ضروري نتكلم عليه ونوصل هذا الخبر هذا لانه كاين بزاف ديال عباد الله باغيين يجيو لايطاليا. المهم الحكومه الايطاليه خرجت هذا المرسوم الجديد اخوتي اللي فيه تغييرات مهمه بزاف. الخدمه ديال البادانتي اللي كيعتنوا بكبار السن فوق 80 سنه وكذلك تعتنوا حتى بالمعاقين. التغييرات اللي كاينه هو انه غيكون واحد الادماج ديال البادانتي خارج الديكريتو فلوسي. الديكريتو فلوسي اللي هو مرسوم ديال التدفقات، الديكريتو فلوسي يعني مرسوم التدفقات اللي خاص باستقطاب ديال العمال من خارج ديال الاتحاد الاوروبي. هاد الديكريتو هذا كاين ادماج ديالو تكون فيه البادانتي ماشي البادانتي، الناس يتخدموا في الحقول، الناس يتخدموا في السياحه، الناس يتخدموا في البني، الناس يتخدموا الشيفورات، كلهم داخلين في الديكريتو فلوسي. وكذلك من بينهم كاين حتى البادانتي. البادانتي هما الناس اللي تكلفوا بالعنايه بالناس كبار في المنازل. من قبل كان خاص يعني اي واحد باغي يخدم مثلا شي واحد كبادانتي يعني تيتسنى كذلك ديك الكليك داي، يعني داك النهار اللي خاص بالتسجيل، وكاين عدد محدود بطبيعه الحال، يعني دائما تيدير لك واحد النسبه، واحد الكوطه هي اللي خاصه بهاد الناس هادو ديال البادانتي. دابا ما بقاش هاد الكليك داي، ما غاديش تبقى الكليك داي، وما يبقاش كذلك حتى داك ليميتي نوميريكو يعني العدد غيولي مفتوح. هاد المهنه يعني ولات عندها دابا واحد القناه رسميه ومستقله يعني للدخول الى ايطاليا، ما تقريبا بحال غادي تخرج من هذه المساله ديال الديكريتو فلوسي. يعني فقط انه الشرط اللي كاين هو انه يعني الناس اللي غادي يجيو يخدموا كبادانتي هنايا في ايطاليا، يعني كاين واحد الشرط ديال انه ضروري انهم يدوزوا 12 شهر في هذه الخدمه هذه، يعني مع العائله اللي غادي تجيبهم بطبيعه الحال. من بعد ممكن انهم يغيروا الخدمه الى بغاو يخيروها. المهم البادانتي اللي غادي تجي يعني يقدر يبدل الخدمه، ولكن كما قلت لكم غير من بعد واحد السنه يعني 12 شهر. وفي هذا العام الاول يعني الا بغى يبدل المشغل اللي هو الداتوري ديال لافورو، راه هي المشغل خاصو يعني ياخذ اذن بطبيعه الحال من المفتشيه ديال الشغل السبيتوراتو ديال لافورو. الطلبات خاصها يعني تدوز كذلك على الوكالات ديال التشغيل لاجينسيا بير لابورو، وعلى الجمعيات اللي تكونوا موقعين على هذا العقد الجماعي للعمال المنزليين اللي هما اسيندات كولف، وكاينه ادي ال اس، وكاينه ادي ال دي دومينا. المهم هادو جمعيات خاصين بهاد الناس اللي باغيين يعني يخدموا البادانتي. ممكن يوظفوا كذلك شي واحد من الافراد ديال العائله، هاد المساله راه ما كانتش، ممكن يوظفوا واحد من العائله مثلا ديال الشخص اللي هو محتاج الخدمه، بشرط ما يكونش الزوج وما يكونش الزوجه ولا شي قريب بزاف حتى للدرجه الثالثه، يكون من العائله ولكن بعيد شي شويه، يكون في الدرجه الثالثه. ممكن انهم يوظفوه، ممكن انهم يصيفطوا ليه كونترا باش يجي. الرئيس ديال الجمعيه ديال الاسيندات كولف يعني قال هذه خطوه مهمه بزاف، حيت مستحيل تعرف يعني وقتاش هذه العائله غاديه تحتاج يعني البادانتي، يعني على طول السنه راه الناس محتاجين هذا البادانتي. وبفضل هذا التغيير دابا يعني غادي يكون يعني تكون شفافيه اكثر، غتكون مكافحه كذلك للعمل الاسود، الناس اللي خدامين اون نوار لافورونيرو. شحال كيتخلص البادانتي؟ خصكم تعرفوا بان الاجر الشهري ديال البادانتي الكونفيفينتي يعني اللي ساكن مع ذاك المريض ولا مع ديك العائله تيكون عنده المستوى تشي اس، عنده تقريبا 1127 اورو في الشهر تقريبا، باش تكونوا عارفين يعني الثمن والخلاص اللي دايرين يعني اللي محدينه لهاد الناس هادو. ما غاديش ندخل في التفاصيل اخرى. المهم هذا راه خبر مفرح، يعني تقريبا راه ممكن غادي يبدا يعني ان الانسان في اي لحظه ممكن انه يصيفط لشي واحد مثلا باش يجي من المغرب او من تونس او من الجزائر او من الدول يعني اللي خارج الاتحاد الاوروبي، ممكن انك تصيفط شي واحد انه يجي يخدم كبادانتي، ويقدر يكون
من العائله ولكن يعني الدرجه الثالثه، وما يكونش الزوج وما يكونش الزوجه ديال هذا السيد هذا خبر مفرح. حاولوا انكم اخوتي تبارطاجيوه مع الاخوان ديالكم باش توصل هذه المعلومه للجميع ان شاء الله. ودابا غادي نمشيو نشوفوا هذا الخبر المفرح اللي خاص بالقانون 104 لا ليجي 104 اللي هي القانون اللي كيعطي حقوق تسهيلات للناس اللي عندهم اعاقه، وحتى كذلك يعني العائلات ديالهم، يعني اللي تيقابلوا هاد الناس المعاقين في وسط العائله مثلا، كيعطيهم رخصه ديال الخدمه مثلا باش يقدروا يعني يرافقوا هذا الانسان اللي مريض اللي عنده اللي داخل في لا ليجي 104، وكيوفروا كذلك خدمات خاصه وامتيازات بحال التنقل والمساعدات. المهم اللي جديد دابا خوتي هو كاين واحد القرار يعني دابا جديد كيهضر على واحد المساعده ماليه مباشره ديال 3600 اورو يقدروا المستفيدين من القانون 104 ياخذوها مباشره بالحساب البنكي ديالهم. وهذه اهم حاجه، يعني ما خاصش دير الايزي، ما تطلبوا لا ايزي لا والو، اللي هو الوثيقه اللي كتبين يعني الدخل ديال الاسره باش يحدوا واش عندك الحق مثلا في الاعانات ولا لا. ما كاينش هنايا المساله ديال الايزي. الهدف من هذه المسائل الجديده هي التبسيط ديال المساطير، ما يبقاش ديك البيروقراطيه والعراقيل، مساعده يعني مباشره وسريعه للناس اللي فعلا محتاجين. علاش 3600 اورو مهمه؟ يعني كيعاونوا العائلات يعني باش يغطيو المصاريف ديال العلاج اخوتي، الادويه، التنقلات، واي مصاريف اضافيه اللي مرتبطه بالاهتمام ديال هذا الانسان المعاق. كينقصوا كذلك من صداع الراس ديال الاوراق، حيت الايزي توا صعيب، سير تسنى المسائل وخاص وقت وخاص مصاريف. بطبيعه الحال الفلوس كيدخلوا مباشره كما قلت لكم في الحساب البنكي بلا ما يدوزوا من مراحل طويله. كيفاش تقدر تطلب هذه المساعده؟ كاين قنوات رسميه خوتي، كاين الخدمات الاجتماعيه ديال الكوموني، تصنتوا لي مزيان، كاين الكوموني سيرفيسي سوشيالي، كاين البوابات الالكترونيه الرسميه كذلك. خاص تكون عندك يعني وثائق كتبين الحاله ديال الاعاقه وانك تعتني يعني بواحد مثلا، حتى هذاك اللي تعتني بواحد عنده الاعاقه تكون عندك المسائل الوثائق كل خطره. تقدروا يديروا لك شي لقاء مع مساعد، يعني انترفيو مع شي واحد مساعد اجتماعي باش يتاكدوا من الحاله ديالك، ماشي تيجيو تعطوا الانسان هاد 3600 اورو في الحساب ديالو غير هكاك. وممكن يديروا حتى مراقبات اضافيه باش يتاكدوا باللي داك الدعم غادي الناس اللي يستاهلوه. في الطلب هذا خصك توجد وثائق طبيه رسميه اللي كتبين الاعاقه، وثائق ديال الاقامه، الكوديتشي فيسكالي كما هو معروف، رقم الحساب البنكي اللي بنك ما تعرفوا باش يصيفطوا الفلوس مباشره. كيعتبروا ان الناس هذه المساله هذه بزاف ديال العائلات بحال واحد القفزه كبيره لقدام في المساعدات الاجتماعيه، وبصراحه هذه مساله مزيانه كتعطي احساس بواحد العداله اكثر، حيث الدعم تيوصل فعلا اللي محتاجينه بلا بزاف ديال العراقيل. المهم الجمعيات والعائلات باغيين هذا النموذج يتعمم حتى على القوانين الاخرى. المهم 3600 اورو اخوتي راه غادي تغطي واحد الدعم كبير للناس اللي عايشين يعني صعوبات بسبب الاعاقه. ما كاينش مساله ديال الايزي، نعاود نتكلم على المساله دي، يعني المساطير اسهل واسرع، الفلوس غادي تجي مباشره في الحساب البنكي. يعني الكوموني خاص المستفيدين يتبعوا القنوات الرسميه ديال الكوموني ولا المواقع اللي مخصصه لهذه المسائل ويجهزوا الوثائق ديالهم. الانسان يقدر يمشي للكافي، يقدر يمشي للكوموني يستفسر اكثر على هذه المسائل هذه. وان شاء الله تتمنى الخير للجميع. ونكتفي فقط بهذا القدر هذا في هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تحرموناش من الدعم ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.